يلا تعالوا بقى النهاردة هقول لكم على طريقة تسوية للحمة جامدة موت. بعد ما هتجربوها الطريقة دي بجد تعتمدوها، لانها بتخلي اللحمة دايبة خالص، وفي نفس الوقت جوستي من جوه، وفي نفس الوقت طعمها تحفة. يلا بسم الله. ادي معانا اللحمة اهي، دي لحمة موز. فانت ممكن تجيبي اي نوع لحمة براحتك عادي جدا، تنفع مع اي نوع لحمة، بس دي موزة. هنغسلها طبعا كويس، وبعدين هنحطها في حاجة بقى واسعة، وهنبدأ نرش عليها ملح وفلفل اسمر بس. ما تحطيش اي حاجة تاني خالص على اللحمة بالطريقة دي. هنحط عليها بس معلقة من الزبدة، وهندعك بقى الكلام ده في اللحمة حلو جدا. دي كل التوابل اللي احنا هنحطها على اللحمه. هنجيب بقى خضار لو حابه ان انت تحطي معاها خضار، ولو مش حابه ممكن تعمليها كده بس. البطاطس لو هتعمليها او الكوسه يبقى تقطعيهم كبير علشان طبعا يستحملوا الوقت اللي هيقعدوه مع اللحمه. هندعكم برضو في ملح وفلفل اسمر وكده. خلاص اللحمه جاهزه معانا. هنجيب بقى برطمان ازاز، اي برطمان عندك، اي برطمان متقلقيش خالص. هننزل بالخضار بتاعنا تحت الاول، علشان خاطر الصوص بتاع اللحمه لما ينزل عليه يديله طعم برضو. وبعدين هنحط عليه بصلايه متقطعه كده كبير شويه، وبعدين نبدا ننزل بقى باللحمه بتاعتنا. متقلقوش يا جماعه، الطريقه دي بجد جامده جدا جدا جدا، وهقول لكم ازاي تعرفوا ان اللحمه استوت معاكم من غير ما تفتحوا على البرطمان. السر بقى في ان اللحمه بتاعتنا بتبقى جامده جدا في البرطمان كده، ان طبعا احنا عارفين ان درجه الحراره بتزيد جدا جوه الازاز، فبتخلي درجه السوى جامده فظيعه جدا، وبتحتفظ بالسوائل جوه اللحمه كمان، فبتبقى مستويه قوي دايبه، وفي نفس الوقت طريه قوي مش ناشفه خالص. هنحط بقى نباتات عطريه، انا حطيت هنا روزماري وعطر. وهنبدا بقى نقفل، وقبل ما تقفلي تفتحي الفرن وتبداي تسخنيه على اعلى درجه حراره. هنقفل حلو قوي، لان الخطوه بتاعه تقفيل البرطمان دي خطوه مهمه جدا جدا جدا، علشان نكمر عليه درجه الحراره حلوه جدا، وما يطلعش اي بخار منه، وتخلي اللحمه معاكي دايبه قوي. بس كده زي ما احنا شايفين. طبعا احنا كده مسخنين الفرن جدا. عايزه اقول لكم ان طعمها فظيع بجد. وبعدين حطينا فيها البرطمان اهو على الشبكة مش على الصاج. هنشيل الصاجة اللي تحت بتاعة الفرن وهنحط على الشبكة كده. خلاص اهي اللحمة. هنعرف انها استوت بقى ازاي؟ لما نبص عليها من الازاز كده نلاقيها لونها مدي لون التحمير، كأنها متحمرة. شايفين الدرجة دي كده خلاص كده بقت مستوية جدا. تطلعيها وتفتحي عليها ما تقلقيش، يعني مش هتحتاجي تعملي كمان عليها تيست. انا كده قلتلك امتى بالظبط تعرفي ان اللحمة استوت. كده اهو فتحنا على البرطمان، شايفين اللحمة جامدة 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 جامدة. مش قادرة اقول لكم كمان على الطعم مختلف تماما يا جماعة عن السلق وعن الشوي. يعني لو في يوم انتي عايزة تعملي لحمة من غير ما تحتاجي شوربة جنب حاجات نواشف، او يوم مشويات مثلا، فانا انصحك جدا جدا على ضمانتي على الطريقة دي. صراحة جامدة جدا. وكده خلاص هنطلع بقى اللحمة بتاعتنا من البرطمان. انا عايزة اوريكم اللحمة وهي طالعة عاملة ازاي. بصوا اللحمة، شايفين الشوكة مش مستحملة، اللحمة دايبة زي ما قلت لكم، علشان البرطمان بيكتم درجة الحرارة جوه جدا، فبيخلي التسوية مختلفة عن البوتاجاز، مختلفة عن الحلل، مختلفة عن الفرن، مختلفة كمان عن الفحم. فضروري جدا ان انتوا تجربوا الطريقة الجامدة دي. عايزة اوريكم كمان البطاطس طالعة من البرطمان مش مهرية خالص، والبسلة مستوية. يعني كده وصفة من الاخر. وبس كده خلاص، وباي باي.